ايوه يالا مالك، اول يوم مدارس خلاص بكره. انا مش عارف والله الاجازه بتخلص بسرعه كده ليه؟ دي بتعدي اهو، ده الواحد ده الحين يتبسط بالاجازه وخلص. إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم، وهو أول من اخترع الروبوت، وإنت كمان تقدر تخترع روبوت لو عاوز. كل اللي عليك إنك تجمع أي خردة حاجات قديمة من عندك في البيت وتتبع التعليمات اللي إيلون ماسك هيقولك عليها في الفيديو ده. عبطلينو يا عبطلينو. انت يالا يا عبقرين. فانا ساعد من دارك يالا يا عبقرين. انت سايبنا وقاعد تتفرج على كده وسرحان. لا ولا حاجه، ما بتفرجش على حاجه. امال ما بتلدش علينا ليه؟ فكر يا عم معانا في موضوع المدارس الاسبوع الجاي ده، انا مش عايز اروح المدارس تاني. ولا انا كمان. انا في دماغي حاجه كده، لو نجحت ما عادش هروح المدرسه تاني مدى الحياه. حاجه ادي يالا يا عبطلين. هتعرفوا كل حاجه بعدين، بس انا لازم امشي دلوقتي علشان ابدا انفذ الحاجه اللي في دماغي. سلام. فهمنا بس يالا يا عبقرين، هتعمل ايه؟ بعدين يلا سلام. ده ماله ده؟ مش عارف يالا يا محشي. اما خطه اختراع اللوبوت دي لو نجحت، ده انا ساعتها مش هروح المدرسه تاني ابدا، وهبعته هو مكاني، ومش هروح اي مساويل تاني، وهو اللي هيروح المساويل مكاني كمان، واي حد كمان لو طلبني هو هينتقم لي منه. طبعا لو الخطه دي نجحت. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي عبقرين، انت واقف بتكلم نفسك؟ ماما الله يخرب بيت ام الكرتون اللي لحس دماغك ده وخلاك بقيت بتكلم نفسك. كرتون ايه بس يا ماما؟ هو فين التلتون ده؟ عليا العوض ومنه العوض. خش يا ابن الموكوس اجري على اوضتك. دلوقتي لازم استنى لما البيت كله ينام عشان ابدا في تنفيذ التصميم بتاع اللوبوت من غير ما اي حد يشوفني ولا يحس بيا. صح، انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه ليه؟ طب يا اخواتي حبايب قلبي، عاوز كل اللي بيشوف الفيديو ده ولسه مش مشترك عندنا في القناه ينسى دلوقتي يشترك في القناه وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديده. ومش بس كده، كمان تتفرجوا على الفيديو ده لحد اخر ثانيه عشان هقول اسم اللي فاز في مسابقه الفيديو اللي فات في اخر الفيديو ده، وسايب لكم سؤال في اخر الفيديو ده جايزته 1000 جنيه للي هيجاوب على السؤال الصح. يلا مستنيين ايه؟ لايك الفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس وتكملوا الفيديو لحد اخر ثانيه. بحبكم، يلا بينا نكمل الفيديو. ماشيه تمام التمام. دلوقتي بقى ابدا اجمع كل العابي القديمه والخلطه اللي هصمم بيها اللوبوت. يلا بينا. كده كل حاجة أصبحت جاهزة، يلا بينا عشان نصنع اللوبوت الآلي. كده خلصت وكل حاجة بقت تمام، فاضل بقى انك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
تحت امرك يا عبقرينو. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي، انا نجحت، اللوبوت اشتغل وبيتكلم. ايوه يا عبقرينو، وتحت امرك في اي حاجه تقولنا عليها. قشطة بقى. شايف سلطتي؟ عاوزك تبقى نسخة مني في الشكل وتلبس نفس هدومي تمام. تحت امرك يا عبقرينو. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي، ده انت بقيت نسخة مني بالظبط. تأمرني بأي حاجة تانية يا عبطلينو؟ ولا أي حاجة، فاضل دلوقتي إن أوصلك باللابتوب ده عشان أوصل لك كل البيانات والصور بتاعت الناس اللي أنا عارفهم وبتعامل معاهم، عشان أنت كمان تعرفهم وما تتلخبطش في أي حاجة وتعرف تتعامل معاهم. تمام يا عبطلينو، يلا. بس كده خلصت. دلوقتي بقى هختبرك واشوفك انت بقيت عارف كل حاجه عني ولا لا. اختبرني يا عبطلينو، انا جاهز. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عبطلينو. طب وده يبقى مين؟ ده ابوك يا عبطلينو. برافو عليك. طب ودي تبقى مين؟ دي امك يا عبطلينو. الله عليك شاطر. طب وده بقى يبقى مين؟ ماجد اخوك يا عبطلينو. برافو برافو، كده كل المعلومات دخلت لك صح، ودلوقتي انت بقيت جاهز ان انت تعيش مكاني انت كأننا، وتروح المساوين مكاني، وتروح المدرسة كمان مكاني. تحت امرك يا عبطلينو، انت تؤمر وانا انفذ. يا نهار اسود، ماجد اخويا صح، اتكسفنا، هيشوفونا احنا الاتنين مع بعض دلوقتي. اعمل ايه اعمل ايه؟ لا تقلق يا عبقرينو، استخبى انت وانا هتعامل كانه انت. حاضر حاضر. ايه ده؟ ايه الكراكيب دي كلها؟ ايه ده عبقرينو؟ انت اللي مصحيك دلوقتي، وايه الكراكيب دي كلها؟ ازيك يا ماكد يا اخويا، انا اللي كنت بلعب بالحاجات ديت وهلكعها مكانها دلوقتي قبل ما انام. لا تقلق. ايه ده؟ انت بتتكلم كده ليه يا عبقرينو؟ انت كويس يا عبقرينو؟ ايوه يا ماكد يا اخويا انا كويس. انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ انا صحيت علشان اشرب وهدخل انام تاني. ماشي يا ماكد يا اخويا، ادخل اصلب وتمل نومك، احلام سعيده. وانت اتهبل ولا ايه؟ تصبح على خير يا عبقرينو، وانت من اهل الخير يا ماكد يا اخويا. مش عارف الواد عبقرينو ده ماله. اخلق يلا يا عبطلينو، الدنيا امان. الله عليك، ده انت اتحملت، انت كانك انا بالظبط، وماكد اخويا ما سكس فيك لحظه واحده. عيب عليك يا عبطلينو، انا موجود كانك انت موجود. قشطه بقى، يلا نطف بقى الصاله دي كلها ولكع كل حاجه من مكانها، وتعالى ورايا عشان ننام، عشان هنروح المدرسه بدري الصبح. انت هتروح وانا هنام. حاضر يا عبطلينو، ادخل انت وانا هاجي وراك. قشطه. رجعنا للمدارس تاني، والواد عبقرينو هيطلع عين الوقت عما يصحى من النوم. واد يا عبقرينو. صباح الخير يا ماما. ايه ده؟ انا مش مصدقه نفسي، انت صاحي لوحدك للمدرسه وكمان لابس هدوم المدرسه وجاهز؟ ايوه يا ماما. ده ازاي ده؟ المدرسه اهم شيء في الدنيا يا ماما، ولازم اصحى لها بدري وانام بدري علشان اكون فايق في المدرسه. عبقرينو ابني اللي بيقول الكلام ده؟ لا انا مش مصدقه نفسي. انت كويس يا عبقرينو؟ ايوه يا ماما انا كويس ومية مية. انت بتتكلم كده لا يا عبقرينو؟ انت مالك فيك ايه؟ بتكلم ازاي يا ماما؟ ما انا كويس اهو. يلا خدي
شنطة المدرسة حطي لي فيها السندوتشات علشان ما اتأخرش على طابور الصباح. أنا مغير الأحوال، كمان عاوز تحضر طابور المدرسة؟ أيوة يا ماما، الطابور الصباحي في المدرسة مهم جدا علشان جسمنا يدخل له أشعة الشمس ونعمل تمارين الصباح. ماشي، هطلع أجهز لك السندوتشات أما تيجي ورايا. برافو عليك يا صاحبي، ماما ما سكتش فيك ولا سكت انه مش انا اصلا اللي بكلمها، علشان انا موجود كانك موجود يا عبطلينو. قشطه بقى، يلا انت روح المدرسه واقفل الباب من بره وخد المفتاح معاك عشان ما حدش يدخل عليا ويلاقيني انا هنا، ولما تيجي من المدرسه بقى ابقى صحيني واحكي لي عملت ايه. حاضر يا عبطلينو، احلام سعيده. مش قادر، عايزة انام. اشتغل يا محش. صباح الخير يا امال. يلا علشان نروح ننده للواد عبقرينو عشان نروح المدرسة. لا يا عم صلح، الواد عبطلينو بيوقفنا ننتهي ساعة تحت البيت، ولو رحنا متأخر أستاذ ناصر المعسل هيطلبنا عسل عصيان بسبب. أده مش ده الواد عبطلينو اللي ماشي هناك ده؟ أيوة هو، واد يا عبقرين، يلا يا عبقرين. مالك ومحسي، ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انت صحيت للمدرسة لوحدك يلا يا عبطلينو، وكمان الناس اللي قبلنا ده ازاي ده؟ وكمان كنت هتروح لوحدك من غير ما تيجي تندهلي انا والواد محش نروح المدرسة سوا. لا طبعا يا اصحابي، كنت هعدي عليكم علشان انتهي لكم ونروح المدرسة سوا. أده انت بتتكلم كده ليه يا عبقرين؟ بتكلم ازاي يا اصحابي؟ ما انا بتكلم معاك اهو، يلا بينا علشان ما نتأخرش على المدرسة. هو الواد عبطلينو ماله يلا يا امال؟ مش عارف يلا يا محش، بس مش ده الواد عبقرين، ده متغير خالص، انا برضه حاسس بكده، حتى مشيته كمان غريب، شوف ماشي ازاي. طب يلا بقى نروح المدرسة عشان ما نتأخرش ونبقى نشوف الموضوع ده هناك. ماشي يلا بينا. ياه، اخيرا اليوم المقرف ده خلص. ده اوحش يوم في السنة، يوم رجوعنا للمدارس ده. ليه كده يا محسي انت ومالد؟ المدرسة دي جميلة ولازم نحبها كلنا. مدرسة أقل جمالها يا عبقرين، انت بتقول كده ازاي؟ انت مش على بعضك من الصبح كده يلا عبطلين، وعمال تعمل وتقول حاجات غريبة، مالك كده في ايه؟ مفيش حاجة يا اصحابي، انا لازم اروح دلوقتي علشان ما اتأخرش على ميعاد مروحي للبيت. تروح ايه يا عبطلين؟ احنا مش متفقين من الاسبوع اللي فات ان احنا هنروح نلعب بلاي ستيشن بعد المدرسة؟ لا للأسف مش هعرف اجي معاكم علشان البلاي ستيشن ده مش مفيد وبيضيع وقتنا على الفاضي. سلام. والله الواد عبقرين ده ما هو طبيعي. فعلا يلا يا مالك، شوف بيقول ايه ولا بيتكلم ازاي ولا بيمشي ازاي حتى. الحقوني حرامي، الحقوني الحقوني. يا نهار اسود، حرامي. عدي يا انت من وشي بدل ما اخلص عليك. وليني هتخلص عليا ازاي؟ ده ازاي ده؟
اتفضل يا عمو العكوس، شنطتك اهي، وحافظ عليها من الحراميه علشان ما تتسرقش منك. شكرا يا حبيبي، انت رجعت لي شقة عمري، شكرا، سلام. مع السلامه يا عمو العكوس. انت شفت اللي انا شفته ده يا مالك؟ الواد عبقرينو الحرامي خلص الطلق كله عليه وما حصلوش حاجه، وكمان مسك الحرامي طلبه بكل سهولة. ده ازاي ده؟ قلت لك الواد عبطلينو ده مش طبيعي، ده مش الواد عبطلينو. ايه ده عبقرينو؟ ازيك يا ماما يا حبيبتي؟ انت راجع من المدرسه في ميعادك؟ ده انت عمرك ما عملتها، ده انت كنت بتخلص المدرسه وتقعد تلف الشوارع كلها وبعدين تيجي. لا يا ماما ما ينفعش اعمل كده، لازم اخلص المدرسه وبعدين اجي اخير هدومي واتغدى واعمل واجبي وبعدين انزل العب شويه. والله ماني مصدقه نفسي. ربنا يهديك يا ابني. خش يلا غير هدوم المدرسه ده عم اجهز لك الغدا. حاضر يا ماما. عبطلينو يا عبطلينو. ايه ده؟ انت كنت من المدرسة؟ يلا احكي لي بقى عملت ايه في اليوم النهارده؟ هحكي لك كل حاجة، بس قوم الاول اتغدى، امك بتجهز لك الغدا، اتغدى وتعالى هحكي لك كل اللي حصل. قشطة يا صاحبي. واد يا عبقرينو، عاوز تاكل لحمة